انت يا جحش مش سامع جرس الباب بيرن؟ يعني ابويا مش شايف ان انا تعبان ونايم؟ ماشي بس لما تخاف شوف هعمل فيك ايه. مساء الخير يا كبير. مساء النور يا فالح، اتفضل. امال الغزال فين؟ اهو متلجح جوه بيقول ان هو تعبان. طب بعد اذنك اخش اشوفه. خش يا سيدي اهو محدش حاشا. ازيك يا غزال؟ كويس يا عم فالح. مالك يا غزال؟ ابوك بيقول ان انت نايم وتعبان. ابدا يا عم، عندي شويه برد. طب قوم وتعالى معايا عشان اقول لك تعمل ايه عشان تطير البرد اللي في جسمك ده. معلش يا عم مش قادر اقوم، وبعدين لو قمت معاك انت عارف ابويا يضربني ويقول لي اشمعنى قمت مع عمك ومرضيش تسمع كلامي. قوم بس مالكش دعوه بيه. حاضر يا عم هقوم معاك. ايوه يا عم انا صحيت اهو. لما انت قادر تمشي على رجليك، امال انا عمال انده عليك من الصبح مش عايز ترد ليه؟ يا عم سيبه في حاله، وانا صحته بالعافيه عشان اقول له يعمل ايه عشان يطير البرد اللي في جسمه ده. قلت لك هضربني على فكره وانت ما صدقتنيش يا عم فهد. معلش حقك عليا، بس تعال اقعد كده عشان افهمك تعمل ايه. قول يا عم. عشان تطير البرد لازم تعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. اتفضل يا عم انا سامعك. اول حاجه تعملها اوعى تنام وانت حاسس بالبرد. تمام. تاني حاجه تجيب كمامه تلبسها وتنام بيها بالليل. انام بكمامه يا عم؟ ده انا تطلع روحي. لا مش هتطلع روحك ولا حاجه. طب خلينا انا استحملت ولبستها ونمت بيها. هتعمل ايه الكمامه للبرد اصلا؟ لما بيجي لك برد مناخيرك بتتقفل صح؟ صح. طيب لما مناخيرك تتقفل وانت نايم تتنفس ازاي؟ مش لازم تتنفس من بقك وتفتحه صح؟ صح يا عم. والهواء اللي هيخش من بقك ساجع فيعمل لك احتقان في الزور وزورك يوجع. عشان كده انا عرفت دلوقتي الشخرة اللي انا بسمعها بالليل اللي بيعملها صاحبنا بيعملها ليه. يعني انا ساكت وبسمع كلام عمك عشان نستفيد ونتعلم منه وانت تلجح بالكلام ومش عاجبك؟ طب خد. ولو مش عاجبك الشخير بتاعي حضرتك تقدر تروح تشوف لك بيت بره تنام فيه يا امك. التاني دي شخرتك بلسة. عارف يا عمي ايه يا غزال؟ انا ما بيجيليش نوم غير لما بسمع السيمفونية بتاعت الكبير. بس خلينا نكمل بدل ما يضربك تاني وانت مش ناقص اصلا. ماشي يا عم كمل. احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد ما البس كمامة وانام بيها عشان الهواء الساقع ما يخشش في بقي ويعمل لي احتقان في الزور. غير كده الكمامة تخليك تتنفس الهواء سخن، فالهواء السخن يعمل ايه في زورك بقى؟ تعمل ايه؟ تقتل كل الفيروسات اللي بتهاجمك، ويوم والتاني تلاقي نفسك خفيت وبقيت زي الحصان بدل ما تروح للدكتور وتاخد حقن. ليه كده؟ ده انا كنت رايح اجيب له حقنه تكها له في يا اخويا انا قلب عليك وبوفر لك فلوس اذا كان كده ماشي. كمل يا عم. في حاجة تانية اعملها؟ في. ايه يا عم؟ قول. تجيب حته جبنه قديمه وتجيب ليمونه تعصرها عليهم وتروح جايب بصله كده خضره حلوه ولا بصله ناشفه من عندك وتروح مقطعها وتديها. وبعدين يا عمي؟ وتقوم تتشطف ميه ساقعه تحت الحنفيه دلوقتي، وبعد ما تخلص تروح جايب كوبايه ميه صغيره كده تحط عليها معلقه ملح وتروح ماسكهم حاططهم في بقك وتقعد تتغرغر كده. حاضر يا عمي هقوم اشوف الموضوع ده. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. هي دي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا هي دي فرحة. ازيك يا غزال؟ عامل ايه النهارده؟ انا تمام يا عم زي الفل النهارده وبس يعني زي الحصان. طب ما حيت خفيت تعالى لي بقى.